مساء الخير عليكم يا حبايبي، وحشتوني قوي. بقالي فترة كده النت كان ملخبط عندي ومكنتش عارفة اشتغل خالص. البسبوسة الايام دي غالية جدا جدا، مش عارفة ليه. عندك حبيبتي، عندك البسبوسة، عندك قصدي السمن، وعندك السكر ب15 جنيه. هاتي نص كيلو دقيق سميت من الحلو، بس تكوني من حد يعني ايه، متأكدة ان الدقيق عنده حلو، اللي هو يعني مش ناعم قوي ولا خشن قوي، اللي هو المتوسط ده. واعملي احلى صينية بسبوسة مكرملة. تعالي سوا كده نعملها مع بعض بأسهل وأحلى طريقة. حاجة تحفة تحفة تحفة. اللهم صل على سيدنا محمد. أول حاجة بس نجيب كده طاسة، ونحط فيها نص كوباية أو 3/4 كوباية سكر، وعليها ربع كوباية مية. ربع بس عشان تسيح كده بسرعة ونكرمله بسرعة بإذن الله. ما بنمدش ايدينا فيها خالص لحد لما يبدأ جزء منه يلون، ولا بقلب ولا بعمل اي حاجه لحد ما بقى جزء منه يبدأ يلون. شايفين بدأ يلون اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا معايا على النبي، وما تنسوش اللايك يا جماعه. وما تنسوش كمان نبارك لاخواتنا في فلسطين اللي هم رجعوا ارضهم، بسم الله ما شاء الله، وربنا كده يبارك لهم فيها باذن الله، والهدنه دي تستمر كده وما يبقاش في حرب تاني باذن الله. كفايه اللي هم قاسوا الايام اللي فاتت زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بقلب كده بسرعة عشان اوصل للون اللي انا عايزاه من غير ما تتحرق مني، عشان ما تمررليش البسبوسة قصدي. نزلت بقى بنص كوباية سمنة بلدي. طبعا يعني هي تحب جدا السمنة، والبلدي بالذات تديها طعم كده جميل. سيحت بس فيها السمنة كده، وزي ما قلت لكم انا حاطة ربع كوباية آه، مية على السكر. ال3/4 كوباية اللي باقية هي دي بس، مش هزود تاني بعد كده. هنزل بيهم كده، وهقلب اقلب اقلب كده لحد لما الكراميل دوت يفك. بيفك على طول زي ما انتم شايفين كده، فك خالص. اللهم صل على النبي. اهو شايفين. بس كده نركنه بقى شوية يهدى، يعني مش عايزاه يبرد، انا عايزاه بس يهدى. جيب بقى البولة اللي هنشتغل فيها، ادي نص كيلو دقيق اللي هو السميد، وهحط عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر. الكيس ده كان فيه كده اقل من نص، اقل من معلقه. فجبت كيس تاني وخدت منه شويه، المهم. وحطيت بعد كده معلقتين مليانين من جوز الهند. طبعا ده بيخلي طعمه حلو قوي. اللي ما بيحبهوش هو حر، بس يعني هو بجد يعني مفيش بسبوسه بتتعمل من غير جوز الهند ديت. يعني حاجه بتديها كده طعم جميل. ننزل بقى عليها بالسائل اللي كنا جهزناه، اللي هو عباره عن نص كوباية سكر، كوباية مية، و3/4 كوباية سمن. طبعا ما بنعجنش، ما ينفعش خالص نعجن. يا دوبك بنقلب كده، يا دوبك عايزين يختلط ببعضه، ما يبقاش فيه دي اللي هو الناشف ده. تقليب سريع 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 كده. وكل حاجة كده لازم تبقى بسرعة، عشان انتوا عارفين دي البسبوسة يعني بيمتص السوائل بسرعة وتنشف بقى منكم فعايز بسرعة بسرعة بسرعة. أول ما نلاقي دي لونه اختفى وخلاص كده اختلط بالسائل اللي حطيناه، الصينية تكون مدهونة كده وجاهزة، مدهونة سمن طبعا، مش مدهونة زيت. ننزل كده في الصينية على طول بسرعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متنسوش يا جماعة اللايك كده، واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان إن شاء الله يوصل له كل جديد. سويتها كده، وعندي سوداني، نزينها بالسوداني او تحطيها في الفرن زي ما هي كده زي ما انت عايزه، او اي مكسرات عندك. بنغرزه شويه كده علشان ايه، لما نحط الشربات بعد ما تستوي ما يقبلناش كده ويخرج من البسبوسه. طبعا انا كده مولعه الفرن على 200. بس اول ما ادخل البسبوسه هخليه 100، هخليها 180. وكل واحد تبع فرنه بقى، كل واحد عارف فرنه بيبقى ازاي. اول ما نلاقيها احمرت من الجناب نبدا نولع عليها الشوايه. في نفس الطاسة اللي كنت عاملة فيها نزلت بكوباية ونص من السكر، قدهم كوباية ونص من المية، عشان أنا عايزاه يبقى سخن برضو. يعني عايزة لما البسبوسة تبقى سخنة الشربات كمان يبقى سخن. وعصرة ليمونة
ولما بيقرب يستوي خلاص، يعني هو ما بياخدش على النار كام دقيقة، وحتى فيها القشرة كده عشان تعملوا ريحة حلوة. ونزلت عليه بسنة قرفة، حابة القرفة بتحطي، مش حابة القرفة بتحطي فانيليا، اللي عندك والموجود واللي انت بتحبيه. بصوا بقى، طلعتها من الفرن، بسم الله ما شاء الله. بصوا بتشرب الشربات بسرعة ازاي. طالما بتشرب الشربات كده معناتها انها ناجحة 100%. حطي الشربات شوية شوية، حطي الشربات دقيقة كده يعني حط جزء ودقيقة وحط الجزء التاني وهكذا. نلقاها شربت الشربات، نعرف كده انها تمام، وتبقى تحفة بإذن الله، وجميلة جدا وسهلة. ولا نروح نشتريها بقى الطبق ب200 جنيه ولا الطبق ب300 جنيه. البسبوسة على ايه؟ سهلة وبسيطة وتطلع معاكي زي الفل. شربت الشربات اهو اللي انا كنت عاملاه لها، بس هي بصراحة طلعت حلوة شوية، يعني مسكرة شوية، فيا ريت نبقى نقلل شوية من نسبة الشربات. نغطيها بقى ونركنها شوية. بس وانا مغطيها بقى ولادي ما استنوش وقطعوها زي ما انتم شايفين كده، رحت انا ملزقاها تاني في بعضيها كده عشان احاول اوريها لكم على بعضها. بس تحفة تحفة بسم الله ما شاء الله. قطعتها بقى كلها بس كان المفروض استنى عليها لحد لما تهدى كذا ساعة كده عشان القطعة تتماسك يعني. بس بما انهم هم قطعوها فزي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، تحفة مرملة، لونها حلو. بصوا ناعمة، تحفة تحفة تحفة. يا رب تعجبكم إن شاء الله، والله جميلة، جربوها مش هتندموا. حلوة جدا جدا جدا. جربوها، اسمع رأيكم كده في الكومنتات، وتصبحوا على ألف خير.